مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. توسع نطاق توفر المياه الصالحة للشرب في مديرية صرونا. مشاورات حول مشاركة المجتمع في تعزيز التنمية الوطنية بمديرية حلحل. نتائج جيدة لجهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة والمحميات في دك عندو. مقتل 40 مزارعا بهجوم لداعش في نيجيريا. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبيل تنصيب ترامب. وفيتنام توقع اتفاقية تعاون نووي خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وصلت نسبة تغطية المياه الصالحة للشرب في قرى مديرية صرونا إلى 85% وفقا لإفادات مسؤول الموارد المائية بالمديرية القس كفليسوس أسمروم، وأشار إلى أن 75 قرية من أصل 96 قرية تحصل على المياه النظيفة، مضيفا أن المديرية تحررت من انقطاع المولدات وتكاليف الوقود، حيث تم استبدال مشروع المياه الذي يعمل بالمولدات بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية في ضاحية صرونا. وقال أنه تم مدء أنابيب المياه داخل المنازل والمؤسسات الحكومية ودور العبادة في بلدة صرونا، مؤكدا قرب انتهاء مشاريع مد المياه إلى قرى حدش عدي وأخرى ومسحة الأخرى. وأشاد سكان صرونا بالجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب النقية بفضل الطاقة الشمسية المتكاملة، وأكدوا تحقيق نتائج مرضية على الصعيدين الصحي والاجتماعي. تم التذكير بالعمل بجدية أكبر لزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في تطوير الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية الوطنية في مديرية حلحل. وفي اللقاءات التي عقدها مدير المديرية السيد قرماتسيون أبرهة في الفترة من 31 من ديسمبر الماضي وحتى 8 من يناير الجاري بإدارات ضواحي ملبسو وقرصت ورهي وحلحل وقبيا لبوب وفنشبكو وما يوالد من ركوبات وسكانها، ذكر وجود 39 مدرسة تقدم خدمات تعليمية منتظمة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية على مستوى المديرية، مضيفا أنه يجب العمل على تعزيز دور أولياء الأمور والمعلمين والشركاء لزيادة مشاركة الطلاب وتحسين مستوياتهم الأكاديمية. وأشاد بمبادرة ومساهمة الأهالي، قائلا أن الغرف الإضافية التي تم بناؤها في عام 2024 بمشاركة المجتمع في مدارس قربت وما يوالد وغرزة، بالإضافة إلى غرف انتظار الحوامل التي تم بناؤها في ركوبته، قد خففت من بعض المشاكل التي كان يعاني منها السكان. وأضاف سيد قرماتسيون أنه تم تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه بشكل كامل في حقول المزارعين، وأن الحملة التي تم إنجازها لمعالجة الآبار وبناء خزانة المياه كانت فاعلة. وذكر أنه ينبغي حل مشكلة نقص الفصول الدراسية والمكاتب في بعض المدارس ودعم تجمع المواطنين والقرى في مراكز محددة. واقترح المشاركون الإسراع بتخصيص الأراضي للأغراض السكنية ومعالجة مشكلة المياه في إدارة فنشبكو وحل مشكلة خطوط الاتصالات بماي أوالد وقبي ألبو. ذكر بأن الجهود المبذولة للحفاظ على موارد الأشجار المستوطنة والمحميات في منطقة إدارة ضاحية دق عندو في مديرية عيلة برعد حققت نتائج جيدة. وقال مدير الضاحية سيد سقاي هبت مريم أن القطاع الأخضر يعود إلى طبيعته بفضل المراقبة الجادة وحماية الأشجار. وأضاف أن المحمية الكائنة منذ فترة طويلة وفرت الأمن الغذائي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى حماية الأشجار التي يتراوح طولها بين متر واحد إلى 60 مترا. علاوة على ذلك فإن 1600 شجرة من أشجار البان والصبار المغروسة في مركز بلدة دك عندو خلال السنوات الست الماضية تتواجد أيضا في حالة جيدة. وقال مسؤول الغابات والحياة البرية السيد قويتوم دخلاي من جانبها أن الوضع يتحسن مع زيادة دور السكان والسلطات المعنية في حماية الأشجار واستخدامها واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقومون بتدمير الغطاء النباتي. أجرى مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم مناقشات مع الإداريين وممثلي الشعب وغيرهم لتعزيز المشاركة في برامج التنمية الشاملة. وقال أن أنشطة الحفاظ على المياه والتربة التي يتم تنفيذها بمشاركة الأهالي والجيش الشعبي ساهمت بشكل كبير في منع انجراف التربة. وأوضح السيد أبو بكر إبراهيم أنه تم إجراء إصلاحات جزئية للطرق المتضررة من الفيضانات، مذكرا بضرورة الاستعانة بالآليات الثقيلة لإنجاز هذا العمل.
وأشاد بالأنشطة الفعالة التي ينفذها المجتمع والجيش الشعبي والتي تحدث تغييرات إيجابية في معيشة الناس. وأخيرا اقترح المشاركون تأمين إمدادات المياه ومعالجة النقص في غرف انتظار الولادة وصيانة سيارات الإسعاف المتهالكة وتنظيم المحاضرات والحملات التوعوية لزيادة المشاركة الطلابية. قام فرع اتحاد المرأة بإقليم عنسبة بتنظيم تدريب على المحاسبة وإدارة الممتلكات للنساء في ضاحية ليبنا بمديرية حمل مال المشاركات في إنتاج الفول. وأفادت مسؤولة وحدة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتنسيق المشاريع لدى الاتحاد السيدة ترحاس نر أيو أن الهدف من التدريب هو رفع مستوى الوعي الذي سيساعد النساء في عملهن وأنشطتهن التجارية إلى جانب تقديم المواد والأدوات الأساسية التي ترفع الإنتاجية. وأشادت المتدربات بالدعم الذي يقدمه الاتحاد مؤكدات أنهن سيعملن بجد وإخلاص لزيادة دخلهن وتحسين سبل معيشتهن. وأكدت مديرية حمل مال السيدة آمنة حاج للنساء المتدربات بأن إدارة المديرية ستقدم الدعم اللازم لهن مستقبلا. وبهذه المناسبة حثت مسؤولة الاتحاد بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن النساء في إدارة ضاحية ليبنا بالمزيد من العمل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل ما لا يقل عن 40 مزارعا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا في هجوم نفذه مسلحون من فرع تنظيم داعش هناك وفق ما أفاد به مسؤول حكومي. وقال عثمان تار مفوض الإعلام بولاية بورنو في بيان أن مقاتلين من ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش جمعوا عشرات المزارعين في دومبا على ضفاف بحيرة تشاد وقتلوهم بإطلاق النار عليهم وفق إفادات وكالة الصحافة الفرنسية. وأوعزت سلطات الولاية إلى القوات العسكرية التي تكافح المتطرفين في المنطقة بملاحقة العناصر المتمردة والقضاء عليها في محيط دومبا وفي جيوبهم في منطقة بحيرة تشاد وفق ما أفاد به المفوض الإعلامي. هذا وتشكل منطقة بحيرة تشاد التي تحيط بضفافها نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد معقلا للجماعات المسلحة التي تستخدمها قاعدة لشن هجمات في هذه البلدان. قالت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، وهو ما اعتبره خبراء رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتزامن إطلاق الصواريخ مع زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إلى كوريا الجنوبية لعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية قبل عودة ترامب إلى السلطة الأسبوع المقبل. وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان، وكشف أن الأجهزة الاستخباراتية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمكنت من مراقبة التحضيرات الكورية الشمالية وتعقبت الصواريخ فور إطلاقها. وأوضح أن العملية تمت قرب منطقة غانغي في كوريا الشمالية، وأن الصواريخ حلقت على مسافة 250 كيلومترا قبل سقوطها في البحر. وقعت فيتنام وروسيا اتفاقية بشأن الطاقة النووية وعدة صفقات تعاون خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى هانوي. وتهدف فيتنام إلى إعادة تشغيل برامج الطاقة النووية بعد تعليقه لسنوات، حيث تحتاج إلى تعزيز توليد الطاقة لتغذية قطاعها الصناعي المتنامي وهو محرك اقتصادها الحقيقي. وتحافظ فيتنام على علاقات وثيقة مع موسكو وواشنطن وبكين. وكانت روسيا منذ فترة طويلة أكبر مورد للمعدات العسكرية لها، وتعمل شركات النفط والغاز الروسية في الجزء الفيتنامي من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك في المناطق التي تطالب بها الصين أيضا. في الخبر الأخير، قال الجيش الباكستاني أن قوات الأمن داهمت مخبأ لمسلحين وقتلت 27 عنصرا. وقال الجيش في بيان أنه تم تنفيذ العملية في منطقة كاتشي بإقليم بلوشستان جنوبي غربي البلاد. وأوضح أن قوات الأمن تحركت بناء على معلومات استخباراتية. وأضاف البيان أن القتلى كانوا إرهابيين متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين الأبرياء، وكانت الأجهزة الأمنية تبحث عنهم. وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
توسع نطاق توفر المياه الصالحة للشرب في مديرية طرق. مشاورات حول مشاركة المجتمع في تعزيز التنمية الوطنية بمديرية حلحل. نتائج جيدة لجهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة والمحميات في دك عنجو. مقتل 40 مزارعا بهجوم لداعش في نيجيريا. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبيل توصيف ترامب. فيتنام توقع اتفاقية تعاون نووي خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.